بيبدأ الفيلم مع إليزابيث واللي بتكون بعربية وبتحلم إنها هتلاقي رجل عبقري هياخدها لعالم عظيم وسري. الرجل ده هو الدكتور هنري كيلنبرغ جوزها الجديد واللي بيسوق العربية. لما بيوصلوا لبيته بيقدمها للخدمة واللي اسمها كلير وابنه أوليفر واللي بيكون أعمى، وبعديها بيتعشوا عشاء كبير قبل ما يروحوا أوضهم. تاني يوم الصبح هنري بيوريها البيت اللي فيه عشرات الأوض، وكل الأوض دي ليها قفل خاص بيفتح ببصمة الإبهام، وبيكون مبرمج إنه يعرف بصمة هنري وإليزابيث. لكن في أوضة واحدة ممنوع تدخلها، وهنري بيخليها توعده إنها مش هتدخلها، وبعد كده بيبدأ يبوسها في الممر. لكن كلير بتشوفهم، وبعديها هنري بيقول لها إنه هيسافر الصبح علشان الشغل. وتاني يوم بتسأل إليزابيث كلير عن الغدا، وبتستغل الفرصة دي علشان تسأل عن هنري لأنها شافت جايزة نوبل بتاعته، وبتتسائل ليه راجل عبقري زي ده اتجوز واحدة بسيطة زيها. كلير بتقول لها إنها مش عارفة وبتمشي. بالليل إليزابيث بتلاحظ من الشباك إن كلير وأوليفر بيخرجوا من البيت في نص الليل، وإليزابيث مهما حاولت تنام ما كانتش بتقدر، فبتروح بتشوف ايه اللي موجود في الأوضة الممنوعة. وهناك بتلاقي معمل فيه مجموعة من الآلات الغريبة. بتفتح واحدة من الآلات دي وبتتصدم لما تلاقي جسم نايم جواها شكله زيها بالضبط. إليزابيث بتجري من الأوضة بعد ما تخبط في حاجة وبتتجرح في صباعها، وبعد ما تلزق الجرح بتحاول تعمل مكالمة تليفونية لكن ما بيكونش فيه إرسال، وبعديها بتنام وما بتصحاش غير الظهر. تاني يوم إليزابيث ما بتكونش قادرة تبطل تفكر في اللي شافته، وبعد ما بيتكلموا عن يومهم إليزابيث بتقول لهنري عن التليفون، وهنري بيرد بيقول إنه عادي جدا في المنطقة دي، وبعديها بيسألها عن الجرح فبتقوله إنها مجرد حادثة. وبعديها بيخشوا أوضتهم. إليزابيث بتكون حزينة وطول الوقت بتعيط. في نص الليل هنري بيقوم من السرير وإليزابيث بتتبعه. بتوصل للسلم وهنري بيلاقيها وبيقول لها إنها هتتعاقب علشان عصته، وبعد كده بيطلع ساطور وبيبدأ يطاردها في البيت. إليزابيث بتحاول تهرب لكن الأقفال مش بتفتح ببصمتها، تستخبى في الأبو، وهنري بيدخل بيدور عليها لكنه بيخرج لما مش بيشوفها، وبيروح يقعد في غرفة المعيشة. لما إليزابيث بتخرج أخيرا بتلاقي غرفة المعيشة فاضية، فبتاخد عصا المدفأة وبتحاول تطلع السلم، لكن هنري بيبقى مستخبي وراها، بيمسك رجلها وبيوقعها، وبعد كده بيطلع علشان يقتلها بالساطور. تاني يوم كلير وأوليفر بيساعدوه يدفن الجثة في الغابة، وبعد كده بيفطروا مع بعض. كلير بتطلب من هنري إنه يوقف كل ده قبل ما يتقبض عليه لكنه بيرفض. في الظهر بيزوروا صديقه فرانك لوجان المحقق، وبعد ما يقوله إن إليزابيث نايمة هنري بيسأل فرانك عن اللي مضايقه، وفرانك بيقوله إنه قلقان علشان الإدارة بتحقق في موضوع الرشاوي. فرانك نجا لكن بعض أصدقائه لأ وهيضطر إنه يشهد ضدهم. هنري بيقوله إنه أفضل يكون الجلاد بدل ما يكون اللي بيتعذب، وده بيخلي فرانك يتلخبط. في الوقت ده كلير بتكتب يومياتها لما بيقطعها أوليفر اللي جاب لها شوية ورد. كلير بترفض وبتطلب منه يبطل يجيب لها هدايا، لكن أوليفر بيسألها ليه بتبقى لو هي تعيسة. بتقول إنها باقية علشان عارفة حاجات، لكن أوليفر بيعتقد إنها باقية علشان بتحب هنري. وبعد ما تبعته بعيد كلير بتاخد حبوبها، وبعد 6 أسابيع في نص رحلة بالعربية عبر الجبال بتصحى إليزابيث بعد حلم إنها هتلاقي رجل عبقري هياخدها لعالم عظيم وسري. فستان زفافها بيكون مختلف لكن الروتين هو هنري بيقدمها للعيلة، بيفرجها على البيت، وكلير بتشوفهم من بعيد وبيخليها توعد إنها مش هتدخل الأوضة الممنوعة. وبعد العشاء والرقص بيخشوا أوضتهم، وقبل ما يناموا هنري بيقول لها إنه هيسافر الشغل تاني. إليزابيث مش بتقدر تنام فبتروح للمطبخ وبتلاقي كلير بتدخن. بتقول لها إنها عايزة تعرف أكتر عن كلير نفسها، ولما كلير على وشك إنها تقول لها حاجة هنري بيقطعهم وبياخدها للأوضة. وتاني يوم الصبح إليزابيث بتلاقي نفسها لوحدها في البيت، وبعد ما تتجول شوية أخيرا بتستسلم وبتدخل الأوضة الممنوعة. بتلاقي النسخة التانية منها في الماكينة وبتجري، لكن المرة دي الكبسولة بتفتح والنسخة التانية منها بتخرج وبتجري وراها. النسخة التانية بتلاقي إليزابيث نايمة، فبعد ما بتتأكد من الشباك إن كلير وأوليفر مش موجودين بتبدأ تلمس وش إليزابيث وترفع بيجامتها. تاني يوم إليزابيث بتصحى الصبح وبتلاقي هدومها مرفوعة. هنري بيلاقيها وبيسألها لو كانت بخير، فبتخش الحمام علشان تغسل وشها. هنري بيحاول يدخل معاها، بتحاول إنها تقفل الباب لكنها مش بتقدر
وهنري بيخش الحمام، ولما بتسمع انه بيقول لها انها عصته، إليزابيث بتحاول تهرب، لكن هنري بسرعة بيوقعها وبيبدأ يخنقها بالفوطة، وبعد شوية مقاومة بتنجح انها تركيله بعيد وتجري تاني، لكن بتلاقي ان قفل الباب الرئيسي مش بيقبل بصمتها، والشبابيك بتكون ما بتتكسرش. فإليزابيث بتجري للمطبخ وبتاخد شوية سكاكين، بينما هنري بيصب مخدر على قطعة قماش. وبعد كده هنري بيروح لغرفة المعيشة علشان يعزف على البيانو، وبعدين بيسيب تسجيل شغال علشان يخلي إليزابيث تفتكر إنه لسه هناك، وخطته بتنجح. بتخرج إليزابيث من مخبأها في المطبخ، وهنري بيظهر من وراها وبيحط القماشة على أنفها وبقها. إليزابيث بتحاول تقاومه لحد ما تنام، لكنها بتكون بتكذب علشان تقدر تفك نفسها، وبعديها بتفتح عينيها بسرعة وبترمي إيديها على كتفها وبتطعن هنري وبتقتله، وهما الاتنين بيقعوا على الأرض. ولما هنري بينزف المخدر بيشتغل وإليزابيث بتنام. بتصحى بعد ساعات وبتجر جسم هنري للباب وبتحاول تستخدم صوابعه علشان تفتح القفل، لكنه مش بيشتغل. وبعديها بتنظف الأرضية وبتغطي جسم هنري بجاكيتة علشان تخفيه، وبتاخد دش وبتقلع خاتم الجواز، وبعديها بتحرق البيجامة الدموية بتاعتها. وبعدين وهي نايمة على الكنبة بتفوق فجأة على صوت تليفون بيرن، وبيكون تليفون هنري وعليه مكالمات كتير من كلير. إليزابيث بتتصل بال911 وبتقول لهم إنها محبوسة في بيتها، لكنها مش عارفة العنوان. ومع الأسف قبل ما تقدر تديهم معلومات أكتر، كلير وأوليفر بيرجعوا، فإليزابيث بتقفل التليفون وبتعمل إنها كانت قاعدة بتقرأ طول الوقت. الاتنين بيتصدموا لما بيلاقوها هناك، وبيتصدموا أكتر لما تقول لهم إن هنري فوق نايم. ده بيخلي كلير تتوتر جدا، فبتروح للمطبخ وبالكاد بتقدر توصل قبل ما يحصل لها أزمة قلبية، لكنها بتقدر تتصل بال911 قبل ما تفقد الوعي، والإسعاف بتيجي تاخدها بسرعة. إليزابيث عايزة تستغل الفرصة علشان تمشي، لكن أوليفر بيوقفها وبيقول لها لو مشيت مش هيقدر يحميها من البوليس، وهو عارف إن هنري ميت، وبيقول لها إنه مصدق كلير لما قالت إنها قتلته علشان تدافع عن نفسها، حتى إنه بيقول لها العبارة اللي كانت بتحلم بيها عن العالم العظيم السري قبل ما يطلب منها إنها توريله مكان الجثة. وبعديها بياخدوا الجثة للفرن، وأوليفر بيسأل إليزابيث عن ماضيها، وبتقوله إنها لما كانت طفلة كانت مريضة وطول وقتها في المستشفى، وأهلها ماتوا في حادثة عربية وهي اتربت في ميتم. أوليفر بيقول لها إن الذكريات دي حصلت في البيت التاني القريب واللي هو وكلير بيناموا فيه، كانت هناك لحد ما بقت عندها 8 سنين. بيقول لها ان كلير كانت هتشرح افضل لانها كانت جزء من التجربة، لكنه هو بيحاول، وبيقول لها انها اتطبخت في الأوضة الممنوعة زي البيضة، اتعمل منها 6 نسخ جينية متطابقة، وهي النسخة رقم 5 من إليزابيث. في اللحظة دي بيشوفوا عربية فرانك جاية، فأوليفر بسرعة بيديها شوية معلومات علشان تتعامل مع الموقف. إليزابيث قابلته قبل كده مرة، وهنري قال إنها مش بتتواجد كتير علشان عندها اضطراب في النوم. وبعديها بتستقبل فرانك في غرفة المعيشة وبتقوله إن هنري نايم علشان مش حاسس كويس، وأوليفر بيروح يجيب لهم شوية مية. ففرانك بيسألها لو كانت بخير علشان سمع عن المكالمة اللي عملتها لل911. أوليفر بيرجع وبيقوله إن كلير هي اللي اتصلت لما جالها الأزمة القلبية، وإليزابيث بتمشي معاه في الكذبة. ولما أوليفر بيسيب الأوضة علشان يجيب حاجة تانية، فرانك بيلاحظ إنه غريب إن كل الناس في البيت ده عندهم مشكلة: إليزابيث واضطراب النوم، كلير وقلبها الضعيف، أوليفر أعمى، ودلوقتي هنري مش حاسس كويس برضه. لكن فجأة بيموت لما أوليفر بيرجع ببندقية وبيضربه بالنار. وبيقول لإليزابيث إن هنري كان بيدفع لفرانك فلوس من لما مسك نسخة تانية من إليزابيث ورجعها البيت من 3 سنين. هنري قتل النسخة دي برضو زي ما عامل مع كل النسخ لحد النهاردة. وبعد ما إليزابيث بقت عندها 8 سنين رجعوها للتانك، علشان كده عندها فجوة في ذاكرتها، وكانوا يطلعوها بس للعلاج الطبيعي ويملوا دماغها بذكريات وأحداث، وكمان علشان يعدلوا في شخصيتها. إليزابيث ما بتكونش عايزة تسمع أكتر عن التجربة، فمرة تانية بتساعد أوليفر ياخدوا الجثة للفرن. وبعد كده أوليفر بيقول لها تجهز شنطة فيها هدوم وفلوس من الخزنة علشان تهرب، وقبل ما تمشي بيطلب منها تقرأ يوميات كلير علشان هو مش قادر ومحتاج معلومات مهمة من هناك، وبيحبس إليزابيث لحد ما تقرأ. وبما إنها ما عندهاش حاجة تانية تعملها بتبدأ تقرأ اليوميات علشان تعرف إزاي كل ده بدأ.
كل الناس بيكونوا عارفين باختراعات هنري في أبحاث الخلايا، وإنه استقل وهو ملياردير بعد ما سجل براءات اختراع لعمليات خلايا مهمة جدا. من 5 سنين فجأة دعا كلير لبيته، كان عارف عن شغلها في الأمراض العصبية فكان عايزها تشتغل معاه. خدها للأوضة الممنوعة وورالها النسخ اللي عملها مع مراته إليزابيث، واللي ماتت وهي بتولد أوليفر بسبب نوع نادر جدا من متلازمة ورنر. هنري أخد حمضها النووي واستنسخها ونجح في عمل 6 نسخ متطابقة، بس أول نسختين أظهروا مضاعفات عند الولادة وماتوا بسرعة، فقرر يحط ال4 الباقيين في النوم بالتجميد لحد ما حد يلاقي علاج. ده كان شغل كلير. رفضت في الأول علشان الأخلاقيات، لكن هنري أقنعها بسرعة لما شرح الفرصة العلمية الفريدة اللي هتكون عندها. وبعد 2 سنين كلير حلت الشفرة، فبدأوا يشتغلوا على وضع الذكريات في عقل النسخة الثالثة من إليزابيث صحيت جسديا بصحة جيدة، لكن كانت مشوشة ومش قادرة تفتكر الأشياء لفترة طويلة. وبعد أيام إليزابيث اكتشفت غرفة الحصاد وجريت، وده كان لما فرانك وجدها رجعها للبيت وقالوله إنها بنت أخت كلير واللي عندها مشاكل عقلية، ومع ذلك فرانك كان لازم يقدم تقرير، فهنري دفعله فلوس علشان يحافظ على السرية. وفي اللحظة دي أوليفر بيقاطع قراءتها لما بيجي يجيب لها شوية أكل، بيتأسف لها إنه حبسها لكنه بيقول لها إنهم في نفس الفريق. إليزابيث بتقفز عليه أول ما يفتح الباب وبتسأله عن كود الباب قبل ما تربطه بحزامه علشان ما يهربش. بيديها كود لكن أوليفر بيكون بيكذب، ولما بتروح علشان تتأكد منه بيكون هرب بالفعل. وبعد ما تعدي على المطبخ وتاخد سكينة، إليزابيث بتروح لغرفة الحصاد وهناك بتلاقي أوليفر بيعمل علاج طبيعي للنسخة الأخيرة علشان يخليها عايشة. بيقسم إنه هيسيبها تمشي بعد ما تخلص قراءة اليوميات، ولما تقرب تشوف النسخة بيحقنها بمخدر برقبتها. وبعد ما تحلم بالحاجات اللي هي والنسخ التانية عدوا بيها، إليزابيث بتصحى في أوضتها مربوطة بالأساس وعندها شوية أكل سايبهم أوليفر. المحاولة لفك السلسلة ما كانش ليها فايدة، فبتكمل قراءة اليوميات. وبعد ما فرانك اتدفع له فلوس، هنري وكلير كملوا اختباراتهم، لكن بعد كام يوم النسخة الثالثة من إليزابيث ماتت من الاختناق. هنري قال إنه لقاها ووشها للأسفل على المخدات. كلير ما صدقتهوش وبرضه ما سألتش أي أسئلة، وبعديها بيروحوا بيدفنوها في الغابة قبل ما يرجعوا يعملوا أبحاث تانية. مرت 6 شهور لحد ما استنزفوا كل الاحتمالات، فلما هنري بدأ يفقد الأمل، كلير أخيرا جربت وقضت الليل معاه. وبعد ما خلصوا هنري قال إنه عاوز يطفي الأجهزة علشان مش شغالة، رغم إن كلير ما وافقتش. في الحاضر أوليفر بيجيب أكل أكتر وبيعرض على إليزابيث تبادل المعلومات. إليزابيث بتقوله إن كلير ما بتذكرهوش وإنها بدأت علاقة مع هنري بعد ما فشلت في حل الشفرة، بس أوليفر بيصحح لها معلوماتها وبيقول لها إن هي ما فشلتش لكن هنري هو اللي أفسد العينات. وفي المقابل أوليفر بيقول لها إنها فعلا شفيت وإن كل النسخ عاشت هناك عند سن 8، بينما هو كان في مدرسة داخلية. رجع لما بقى عنده 12 سنة وقابل النسخة التانية من إليزابيث واللي كان شايفها أجمل شخص علشان وقتها ما كانش أعمى. بسرعة بقوا أصدقاء، لكن هنري ما كانش قادر يستحمل ده، فبدافع الغيرة هاجم أوليفر وهو نايم وخلاه أعمى. وبعد ما قال إنه كان بيكره يشوف هنري وإليزابيث مع بعض، ساب الأوضة ورجعت إليزابيث لقراءة اليوميات. كلير انفصلت عن العلاقة لما أدركت إنها مش هتقدر تحل محل إليزابيث، اللي هنري ما كانش بيتوقف عن الكلام عنها. ولما سألته عن اللي عايزه فعلا، اعترف إنه عايز يعيش ليلة زفافه مرة تانية ومع إليزابيث. في الأول كلير ما كانتش عايزة تساعده، لكن بما إنها ما قدرتش تسيب المكان برضه، انتهت بمساعدته في إحياء إليزابيث الرابعة. وأثناء العمل على جسمها ذكرت إنها ما قدرتش تلاقي سجلات لولادة إليزابيث، ووقتها أشارت إن أوليفر ممكن يكون نسخة من هنري. فهنري بيرد عليها وبيقول لها إنه دايما كان قلقان إن إليزابيث هتفضل الشاب اللي وقعت في حبه مش النسخة الأكبر سنا. وفي الحاضر إليزابيث اتضايقت جدا من الأخبار دي وسابت اليوميات شوية، وبعد يومين من عدم وجود أي حد حواليها، أوليفر بيصحيها بمقص على رقبتها وإيد بتنزف وبيرفض يقول لها كان فين. إليزابيث بتقوله المعلومات اللي عايزها وبتقوله إن كلير كانت فاكرة إنه نسخة، لكن هنري ورالها شهادة الميلاد وخلاها
تتصل بالطبيب، فأوليفر ابن هنري ودلوقتي يقدر يكون اللي عايزه. أوليفر بيكون مش عارف يتعامل مع الحقايق دي فبيبعد عنها، لكن إليزابيث كانت متوقعة انه بيحبها فبتقنعه انه يقرب منها، وهي بتوعده انهم ممكن يبقوا مع بعض دلوقتي. واول ما بيقرب منها بتدفعه بعيد وبتاخد المقص والمفتاح للسلسلة وبتسأله عن الكود الحقيقي للباب. لما تبدأ تضربه بغضب بتيجي النسخة السادسة والأخيرة من إليزابيث وبتقطعها، وبيكون معاها بندقية ولابسة فستان زفاف وبتنادي أوليفر بهنري. إليزابيث الخامسة بتحاول تقول لها ان أوليفر هو الشخص الشرير، لكن النسخة السادسة بتصدق كلامه وبتخليها تقع على الأرض وبتديها فرصة تستعيد المقص وتطعن أوليفر في رجله، وبعديها بتاخد أوليفر كرهينة. لكن ده ما كانش كافي علشان يوقف إليزابيث السادسة، واللي بتضرب البندقية وبتقتل أوليفر وبتجرح النسخة اللي قبلها. إليزابيث الخامسة بتجري برا الأوضة وأخيرا بتفتح الباب بالكود الصح، لكن أول ما تطلع برا إليزابيث السادسة بتظهر وبتضربها تاني. وقبل ما تموت الخامسة بتقول لها تقرأ يوميات كلير علشان تعرف الحقيقة، وبعد ما تغسل وتغير هدومها إليزابيث السادسة بتقرر تقرأ اليوميات وهي بتفطر. الليلة اللي هنري قتل فيها إليزابيث الرابعة بالمنجل، كلير كانت سامعة صراخها وراحت تشوف ايه اللي بيحصل، وبدل ما يشرح لها هنري بيقول لكلير ان كل ممتلكاته دلوقتي اصبحت باسم كلير، وده علشان تقدر تواصل ابحاثها. كلير هددته انها تتصل بالبوليس، لكن هنري قال لها ان مفيش حد هيصدقها علشان إليزابيث كانت ميتة اصلا للعالم، وهي قدمت نفسها لهنري في الزواج وبعد كده ماتت. لكن دلوقتي هي جابت له السعادة خارج نطاق القانون بإنها تخليه يقتلها مرارا وتكرارا. هنري ما كانش حاسس بأي خجل علشان النسخ دي عمرها ما حست إنها إليزابيث الحقيقية. كلير بتطلب منه إنه يوقف، وهنري بيوعدها إنه يحاول على قد ما يقدر. وفي الحاضر كلير بترجع من المستشفى وبتقابل إليزابيث عند الباب، واللي ماسكة شنطة مليانة حاجاتها ومستعدة تمشي. بتدي كلير اليوميات وبتقول لها انها كسبت البيت والفلوس فالافضل انها تعمل حاجة كويسة بيهم، وبعديها بتمشي واخيرا بتتحرر وبتصحى من كل الحاجات اللي فرضوها في دماغها. وفي كده فيلمنا بينتهي. اتمنى يكون عجبكم واتمنى تعملوا لايك وتدونا رأيكم في الكومنتات وتشتركوا بالقناة. بحبكم قوي. باي باي.